عم خصني. تنرجع لأحزاب الوطن والتكتل اللبناني الواعد. هلا بنتابع مع فويس مسجز اللي وصلنا منكم. التكتل اللبناني الواعد يقدم مثل ما ذكرنا ودايما بنحكي على هيدي الأغنية اللي عم تسمعوها على صوت الغد وعلى الإذاعات اللبنانية عن التكتل اللبناني الواعد. في كتير سألوا مين عم بغني، مين عمل هالغنية، ليش وكيف، وأسئلة كتيرة، مع أنه الموضوع قدر يوصل لكل لبناني بلبنان، لأنه بعرف أنه في كتير بابا لهم جديدة الأحزاب وصاروا حابين أنه هالوطن يمشي حاله ويزبط لحتى يكون عنا مستقبل حلو. تنحكي أكثر عن هيدي الأغنية وخصوصا عن التكتل اللبناني الواعد. رح نكون باتصال مع رئيس التكتل رجل الأعمال أستاذ فارس فتح الله فتوحي. مساء الخير. زيني كيفك؟ يعطيك العافية، شو أخبارك؟ الله يعافيك. يعني كان صرنا زمان عنا هيك question marks أو علامات استفهام على هالأغنية بالتحديد، من وين اجت وليش وكيف ومين التكتل اللبناني الواعد. اليوم حضرتك موجود وحضرتك رئيس التكتل، شو قصة هالتكتل وأيمتى انعمل وليه عاملينه وأكثر تفاصيل عن هالموضوع؟ هلا أنت خبرني، عجبتك الغنية؟ هو قبل ما نحكي كغنية فنية عجبني الموضوع اللي عم تحكوا عنه. ما هو الموضوع وفنيا كمان حلوة، بس أنا بهمني الموضوع لأنه في عندكم رسالة من وراء هالأغنية. شوف، رسالتنا كانت كثير واضحة وهمنا كان إنه نوصل إذا بدك مسج لهالشباب إنه بقى بكفي، إنه صار وقت إنه نتحد، صار وقت إنه نوقف مع بعض، صار وقت ننسى كل هال اذا بدك هالمشاكل مثل ما عم تشوف هالصرخه اللي طالعه هلا. بعتقد هيدا شوي بترجم هالغنيه، بترجم شوي مطالب كثير من الشعب، وحبينا تكون هديه منا مين حبينا لما تقول حبينا ونحن التكتل؟ يعني مين حبينا كتكتل؟ هلا التكتل حضرتك رئيس التكتل، مين هو التكتل؟ التكتل هو أول شيء وأهم شيء هو هيئة مستقلة لبنان ومن كل الطوائف. أنا قصدي مين الأشخاص، يعني لما نحكي عن التكتل مين الأشخاص؟ أنا كرئيس وفي عنا عدة أعضاء اللي هم إذا بدك أصحاب وعالم بهمهم إنه أكيد لبنانية، رجال أعمال بهمهم إنه نعم يساعدوا يعني انتم عم بتمولوا هيدا المشروع شخصيا؟ عم نمولوا بحالنا. نعم. والفكرة طلعت مني الصراحة. هي الفكرة لها فترة طويلة حابين نعملها، وأسسنا التكتل إذا بدك تقريبا من أقل من سنة، بس كنا عم نحضر فيه لنقدر مضبوط نعطي المفعول تبعوله، فكنا قلنا فترة عم نحضر فيه، وثابت انه طلعت هالصرخة بالبلد، فلقينا انه هذا الوقت المناسب انه نضم صوتنا لصوت هالشعب. سمعنا انه عم تهتموا بالشباب، خبرنا عن هالموضوع اكثر، كيف الاهتمام بالشباب يعني؟ ليك احنا كان عنا غاية كتير مهمة انه نطلع شوي من ما بتشوف غير شعارات بهالبلد، شعارات بس ما في اي افعال. يعني تلاقي هالعالم عم تطلع بهالشعارات، ان كان من احزاب او ان كان من طبقات سياسيه، بس بالاخر افعال ما في. فحبينا نحن نثبت العكس، انه نفرجي افعال وبنفس الوقت نفرجي عن شعاراتنا. نحن من تقريبا اقل من اسبوع بلشنا بالمبادرات تبعولنا. أولا كان المبادرة اللي أطلقناها، أول وحدة كانت اللي هي تقديم المنح الدراسية للشباب. لكم شاب تقريبا؟ ما في أي عدد وما في أي وقت محدد لهالمبادرة. نحن المبادرة أطلقناها من أقل من جمعة،
وهالمبادرة أنا بوعد إنه حتضلك كفاية، مش إنه حاطين طيب. مثلا أسبوع أو شهر أو شهرين. يعني هلا مثل هالمساعدات انتم كتكتل، يعني هلا واحد اذا بده ينتسب لهالتكتل، اذا بده يساعدكم او اذا بده حدا يساعده او اذا بده يفوتوا بالخطه الوطنيه اللي انتم قايمين فيها او الاستراتيجيه اللي رح تمشوا فيها بالايام اللي جايه، كيف ممكن يتواصل معكم؟ كيف ممكن يعرف تفاصيل اكثر؟ نعم. الويب سايت اللي هو التكتل.com فيه كافة التفاصيل، ومنها فيه ينتسبوا، ومنها فيه يقدموا لطلب المنح، ومنه فيه كل أرقامنا اللي بيقدروا يتواصلوا معنا فيها. ومثل ما قلت لك فيها كل التفاصيل عن المبادرات اللي عم نقدمها. نعم. هلا كنت عم بقول لك نرجع على موضوع المبادرات، انه كانت اول مبادره طلعناها هي التعليم، اللي هي مساعده بالتعليم او المنح الجامعيه والمدرسيه. واهم شيء كل مبادراتنا ما راح تكون وقتيه، حتكون ماشيه على مدار السنه ان شاء الله. المبادره الثانيه اللي طلعناها وبلشنا فيها كمان اللي هي تاهيل المدارس الرسميه، وكانت اول مدرسه بلشنا فيها هي مدرسه ذوق مصبح رسميه. كمان هلا عم نأهل فيها والشباب بحني هونيك عم يشتغلوا فيها، وان شاء الله بنسلمها بعد شيء اسبوع او 10 ايام ان شاء الله خير ان شاء الله. طيب استاذ فارس، يعني الوقت لانه صار ضيق لازم نفوت على وقفه اعلانيه، بس بكلمه اخيره شو بتقول لهاللبنانيه من خلال التكتل اللبناني الواعد وكونك رئيس هالتكتل؟ شغله كثير بسيطه. صار وقت يا جماعه انه نتحد، نحط ايدنا بايد بعض، ونخلي هالصرحه اللي عنا اياها او هالافكار اللي عنا اياها تكون طالعه من محل واحد، مش كل واحد عم بيجرب يحكي من ميله او صرخه من ميله. ان شاء الله. واهم شيء ننسى كل شيء اسمه طائفيه وحسوبيه، لانه ما حدا رح يطلع فينا. نحن المجتمع المدني، نحن الاحق بكل شيء عم ياخذوه منا، ولازم نرجع كل شيء أخذوا منا. شكرا لك أستاذ فارس فتوحة، يعطيكم ألف العافية، رئيس التكتل اللبناني الواعد، وعلى أمل قريبا يكون عنا لقاء موسع أكثر. حبينا اليوم هيك بس نتعرف عليك باتصال مباشر. شكرا لك. شكرا.